الا وريتكم هاد لو ديسان هذا وسولتكم شنو هو، غالبا غتقولوا لي لا هذا غير رسم عادي. وكاين اللي يقدر يقول لي بلي هذا راه مجهود ماشي دفتر ديال التلوين ديال الاطفال، ولكن لا، هذا الرسم هو السر، هو لو سوكري ديال ان بارفان اللي لا ستركتور ديالو مخدومه بارفيتمون. وإلا وريتوه لان بارفيمور اللي عنده دي كونيسونس سوليد واللي مفورمي مزيان في الدومين، غيقول لكم هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا. علاش قلت لكم بلي هذا الديسان هذا كيمثل لا ستركتور؟ شحال هادي كنت قلت لكم بلي لا ستركتور بارفيت ديال ان بارفان كتمحور حول واحد الاكور اساسي اللي كيتسمى قلب العطر. كتلقاه هو اللي كيشكل اعلى نسبه ديال المكونات في داك لو بارفان، زائد دي ديتاي صغار. دونك هاد الشيء اللي كتشرح هاد التصويره اولا هاد لو ديسان بالضبط. هذا اللي كتشوف هاد النجمه الكبيره بحال هكا، هذا هو قلب العطر واللي كيشكل اكبر نسبه. كتلقى لي زانغريديون مخدومين ب 10%، 20، 15. هو لاكور برينسيبال هو قلب العطر. هاد لي ديسان اللي كبار شويه متوسطين، هادو هما اللي تقدروا تسميهم دي فاسيت اولا دي زاكور صغار اللي يكونوا مستخدمين بواحد النسب اللي قليله الى متوسطه، 1%، 2%، 0.8%، ما الى ذلك. وهاد السنينات الصغار اللي كيبانوا خفاف بزاف، هادو هما السر وراء واحد العطر والتميز ديالو. هادو هما اللي كيتسموا في لابارفيموري لي زانغريديون اللي كتستعملوا ان تريس اماونتس، يعني كتلقاهم مستخدمين بواحد النسب قليله بزاف، اللي ديك النسبه الا عطيناكم تشموها ما غاديش تلاحظوا، ما غاديش تشموها كاع. ولكن فاش كيتستخدموا كاملين في ان بارفان في ان ميلونج كيعطيو واحد الريحه لي تري زونيك. حاجه اخرى كما قلت لكم، الا كنتي من الناس اللي عزيز عليهم يديروا ان بارفان اللي يكونوا متميزين به، اللي يكون دايرينه غير بوحدهم ويكونوا معروفين به ويخليو لامباك ديالهم فين ما مشاو، راه غنطلقوا قريبا ان شاء الله السيمانه الجايه واحد لو سيرفيس ديال لا فورميلاسيون سور ميزور. يعني ان بارفان غيكون مفورمولي ليكم نتوما حسب لي نوت اللي بغيتو، حسب لي بريفيرونس ديالكم، لا بيرسوناليتي ديالكم، اي حاجه. يعني بارفان اكسكلوزيف ليكم نتوما. واحد اللين في البروفيل غتدخلوا ليه، غتكليكيو عليه وغتخليو لي كوردوني ديالكم باش من هنا السيمانه الجايه نكونتاكتيكم ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وفي امان الله.